يوسف ايمن خلاص وقع رسميا، وانا اللي بقول لك وقع رسميا لموسم واحد على سبيل الاعاره للنادي الاهلي. طبعا طلعنا في كل الاخبار قبل كده بنقول الخبر، ولكن ما بناكدش انه اللاعب وقع ولا لا. بس انا النهارده بقول لك ان يوسف ايمن وقع بنسبه 100%. ولو هتقول لي مصدرك منين، انا هقول لك المصدر في صحفي مشهور جدا في قطر، وده بيعد من اكبر مصادر الاخبار الكرويه في قطر. لو بحثت على موقع اكس اكتب BO7MD6 هتلاقيه منزل الخبر واكد ان يوسف ايمن لاعب الدحيل القطري ومنتخب قطر خلاص انضم للاهلي موسم واحد على سبيل الاعاره. وطبعا الموسم ده هيكون بنيه الشراء، ويوسف ايمن هيقيد مصري وليس قطري، لان هو بيحمل جنسيتين، جنسيه قطريه عشان كده هو بيلعب في المنتخب القطري، وبيحمل جنسيه كمان مصريه، فهيقيد مصري في النادي الاهلي. مع العلم ان يوسف ايمن اصلا كان من ناشئين النادي الاهلي، ده غير ان في اخبار مؤكده ان محمد عبد المنعم مش هيمشي الموسم ده من الاهلي ومكمل مع النادي الاهلي. فتخيل كده عبد المنعم وجنب يوسف ايمن اللي كان زعلان على زين الدين